بعض اللحظات من الحياة كنواجهوا بعض الاشياء ما اخترناهمش، وكنوقفوا امام واقع ما كنفهموش السبب ديالو، ما كنملكوش التغيير ديالو. هنا كيبدا السؤال علاش كيوقعنا هادشي هذا، ومن هنا كيتولد الصبر وكيتشكل الفهم ديالنا للقدر. هاد السؤال هذا كيرافق الانسان منذ القدم. واش حياتنا مكتوبه بالكامل ولا عندنا واحد الدور في الرسم ديال الطريق ديالنا؟ بزاف الاحداث كتوقع بلا ما نختاروها، وكنحسوا باننا في واحد المسار اللي كبر منا، وبين شني خصنا وشني كيوقع فعلا كيعيش الانسان في واحد الحاله من التساؤل. واش هذا اللي كنقود حياتي؟ الانسان كيختار الطريق ديالو، كيقود راسو براسو، يا للهلاك يا للنور. هادشي هذا يعني ان الله علم ما سيختاره عبده وكتبه. بين العلم الالهي والاراده الانسان يعيش الانسان في واحد الحاله من التوازن في هذه الحياه. القدر ثابت ما كيتغيرش. علاش؟ لان علم الله كامل ما فيهش شي نقص، ولكن الانسان ما كيعرفش شنو مكتوب عليه، لهذا كيعيش بين ثلاثه الحوايج: العمل والدعاء والتوكل على الله. وهذا الشيء هذا كيجعل الانسان ما يعيش في واحد التوتر، بل في واحد الرجاء دائم بان اللي ماجي كامل بيد الله. الصبر ماشي مجرد تحمل، بل واحد الحاجه عظيمه في هذه الحياه هذه. والصبر امام القدر كيعني ان الانسان امام داكشي اللي قدر الله ليلو بلا اعتراض، مع حبس اللسان عن التذمر. شنو يعني التذمر؟ التذمر هو عدم الرضا او لا كتشكي بزاف. هنا خصك تعيش ديك الالم اللي كيكون مؤقت طبعا، ولكن بواحد القلب مطمئن بان ديك الالم عيسال. ايضا ديك الاختيار هذاك اللي اختاروا لك الله افضل من الاختيارات ديالك. يعني اذا حيد لك شي حاجه غيكون شاف فيها بان ما عليهاش الخير عليك، وانت واخا تعيط ما تشوفش المستقبل. اذا خاصك تصبر. اذا ما كنتيش كتفهم معنى الحكمه خصك تستشعر. هنا الصبر كيتعتبر قوه ايمانيه داخليه كتوري ثقه العبد في الله. حاول ما امكن تتحول من عندك يوقع لي هادشي هذا الى حتى اذا وقع هادشي هذا شنو عايش. الانسان بالطبيعه ديالو محدود العلم، ما كيعرفش الغيب او المستقبل، والله كيعرف ما سياتي. الانسان يقدر يختار شي حاجه اللي هو كيشوف فيها الخير ليلو، ولكن يقدر يكون الخير في الحاجه اللي هرب منها. يقول اذا مشيت ليله غنتبع الهلاك، فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الصعوبه هنا من الانسان، الانسان كيشوف غير اللحظه ولا الحاضر، انما الله يرى الصوره كامله من البدايه الى النهايه. الدعاء كيلعب دور كبير هنايا. اغلبيه الاحيان الاستجابه ديالو ما كتكونش كيف ما بغى الانسان، لان يقدر يكون في ديك الحاجه هذيك الهلاك بالنسبه ليلو، والله كيأخر الاجابه للحكمه اولا كيصرفها عن العبد لان فيها واحد الضرر كبير عليه في المستقبل. والله دائما كيختار الخير من العبد ديالو، لهذا بركه بالتضامن. الابتلاء عنده بزاف المعاني، ماشي دائما عقاب، بل هو اختبار في اغلب الاحيان. هنا كيبين للانسان القوه ديالو، الحدود الصبر ديالو، وطريقه التعامل مع ديك الخساره. يقدر يكتئب ويقدر يتعالج ويستافد منه. الابتلاء ما كيهرسش الانسان، كيعاود يبنيه من جديد. القوة الحقيقية ديال الانسان ما كتظهرش في لحظات الراحة، بل كتظهر في الشدائد. الحياة كتحط الانسان في بعض المواقف ما كيتوقعهاش، وهنا كيظهر الجوهر الحقيقي ديال الانسان، واش غيستمر او لا عينهار. هاد اللحظات كتكتشف الانسان راسو قبل الناس. الصبر ما كيغيرش الحدث، ولكن كيغير الانسان اللي كيدوز منه. نفس التجربه تقدر تهرس واحد وتقدر تصنع اسطوره. الفرق ماشي في شنو غيوقع، بل في طريقه التعامل ديالك مع ديك الحدث. وايضا يقدر يشوف الانسان ان نفس الابتلاء بالصبر كيتحول من الم الى قوه هائله. لذلك الصبر ما كيغيرش القدر، ولكن كيغير الانسان. الايمان كيمنح الانسان واحد القدره على التحمل، وملي ما كيجبرش يتفسر داكشي اللي كيوقع له، هنا كيتفرض الصبر رغم الالم، لانه كيعطي واحد الشعور بان داكشي اللي كيوقع عنده واحد المعنى اعمق من الظاهر. الايمان هنا ما كيلغيش الالم، ولكن كيعطيه واحد المعنى، ومع هذا المعنى كيصبح الصبر ممكن، لان القلب ديال الانسان ما كتشوفش الاحداث بوحديتها، بل يرى يد الله التي تدبرها. الصبر ماشي موقف لحظي، بل واحد التربيه طويله للنفس. كل ابتلاء كيدوز عليه الانسان كيعلمو شي حاجه جديده في الحياه. الصبر على الفقد، والصبر على الخساره، والصبر على التاخير. مع الوقت كيصبح الانسان اكثر ثباتا واكثر هدوءا واقرب لله. الفهم ديالو لهاد الحياه. الصبر هنا ما كيوقفش الالم، ولكن كيصنع واحد الانسان ناضج داخليا. وكل تجربه كدوز على الانسان كترك واحد الاثر داخلي عليه. مع الوقت كتحول هاد التجارب من واحد الخبره ووعي.
بزاف د الابتلاءات ما كتفهمش الحكمه ديالها الا من بعد مرور واحد المده. داكشي اللي داز عليك اللي كان صعيب يكون واحد السبب حقيقي من بعد في تغيير الانسان والتقريب ديالو من الله عز وجل. ديك الساعه كيدرك الانسان بان داكشي اللي داز منه ماشي غير ضايع، بل كان واحد التربيه الهيه، وفي هذه اللحظه هذه كتحول كل تجربه من الم الى بصيره. القدر ماشي احداث كتوقع لنا فقط، بل هي واحد الوسيله اللي كيعرف الانسان نفسه. الشده كيظهر واش كيقدر يصبر او لا جزوع، وفي الرخاء واش كيظهر شاكر او لا غافل. كأن القدر كيكشف حقيقه الانسان اللي ما كيشوفهاش في الايام العاديه، يزيد يتعرف على نفسه من داك الشيء اللي كيعيش. الفرج وعد من الله، وان مع العسر يسرا. والفرج عمره كيجي معطل، تقدير الله، ولكن كيجي في واحد الوقت اللي مناسب واللي كتكون تكتملات فيه الحكمه. وبعد كل صبر كتجي الفرج اللي كتجعل الانسان وان وعد الله حق. من اصعب الحوايج اللي كيدوز منهم الانسان هو الانتظار. كيبقى يستنى بزاف وما كيشوف حتى شي نتيجه. البدايه كيكون عنده امل، من بعد كيبدا التعب، من مورا التعب كيجي واحد السؤال: علاش طول الامر بزاف؟ لكن في بعض الاحيان التاخير ما كيكونش حرمان، بل واحد المرحله ضروريه في النضج ديال الانسان. كاين بعض الامور ما تستقبلهاش كما ينبغي الا بعد ما تغير من الداخل، لان الانتظار جزء من الرحله. كنعرفوا ان الانسان خلق عجولا، لهذا الاغلبيه ديال الناس ما كتبرش عندهم الصبر الكافي. الالم ما كيمرش على الانسان بلا اثر. يقدر يترك الداخل ديالو واحد الاثر كبير او واحد الجرح، ويقدر يترك داخله واحد الوعي جديد. البعض كيخرج من الالم اكثر قسوه، والبعض الاخر كيخرج اكثر حكمه. الفرق ماشي في حجم الالم، بل في الطريقه اللي كيختارها الانسان في التعامل مع ديك الالم هذا. عقل الانسان كيميل دائما للتفسير، وملي كيعجز عن الفهم كيشعر بعدم الراحه. لهذا كنرفضوا بعض الاحداث ماشي حيت قاصحه وصافي، بل ما كنفهموش المعنى ديالها. ولكن الحياه ما كتكتشفش الحكمه ديالها في نفس اللحظه، وبعض المعاني كتفهم بعد مرور الزمن. كيتقال ان الوقت كيشفي، لكن في الحقيقه الوقت ما كيشفيش بوحديته، بل كيعطي الانسان واحد المساحه كبيره باش يشوف الامور بشكل مختلف. داكشي اللي كان كيبان نهايه يقدر من بعد يظهر كبدايه جديده. والوقت ما كيزولش الالم دائما، ولكن كيخفف الحده ديالو وكيمنحنا قدره اكبر على التحمل. جوج الناس دازوا نفس التجربه، ولكن التاثير ديالها عليهم بجوجهم كان مختلف. السبب ماشي في الحدث نفسه، بل في الداخل، طريقه التفكير ديالهم، وفي القوه النفسيه ديالهم، وفي المعاني اللي كيعطيها الانسان لديك الشيء اللي وقع له. كاين اللي يعظم ديك المشكله، وكاين اللي يحاول يجبر لها الحل ديالها ويستافد منها. ولهذا ما كتقاسش المصائب بالحجم ديالها، بل كيفيه الاستقبال ديالها. السلام عليكم.